السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة كده من شكل الفيديو عشق كل المصريين، واحلى حاجة بتحبها واحلى حاجة موفرة الكشري المصري الجميل اللي هو مكوناته كلها مفيدة وكلها حاجة جميلة، وان شاء الله هنشوفه بطريقة سهلة جدا ومبسطة وهيعجبكم كلكم ان شاء الله، وهتجربوه بسيط جدا ولا هتتعبوا في تحضير اي حاجة. هنا المكونات بتاعته بنحط المكرونة، بنحط مكرونة رفيعة ومكرونة صغيرة ومكرونة سباكيتي، وبنجيب العدس اللي هو ابو جبة او بنسميه العدس الاصفر البني. وهنا البصل بتاعنا بنقطعه ترنشات، وكم فص توم للدقة، وحمص. الحمص ده اختياري، يعني في ناس بتسلقه بننقعه من بالليل لو هنعمله. والصلصة بتاعت الطماطم بتاعتنا. هنا هنجيب بقى المية غليت للمكرونة، هنحط المكرونة الصغيرة ومعاها المكرونة الاسباجيتي، دي معروفة يعني، دي الحاجتين اللي في الكشري. وممكن تحطي مكرونة صغيرة قص يعني دي، وتحطي في ناس بتجيب الشعرية بتحمرها وبتكب عليها، مثلا بعد ما تتحمر بتكب عليها شوية مية كده كأنها تتسلق، وبعدين بتصفيها وبتحطها على الكشري. دي طريقة. وفي ناس بتحط خلاص كده المكرونة بتاعتنا احنا نزلناها. هنا بنجيب 3-4 فصوص توم عشان الصلصة بتاعت الطماطم، فحطيناها هنا يا دوبك كده، بس ايه بنشوحها ما بنحمرهاش، عشان بتدينا نكهة حلوة في الطماطم كده في الصلصة بتاعت الكشري. ما بنعملهاش صلصة بصل، الكشري ما بتعملوش بصلة. في ناس انا بسمع بتعمله بصلة، لكن انا ما جربتهاش. هو كده جميل، خفيف بيبقى وطعمه حلو. اول ما بتبتدي بنحط بقى الطماطم بتاعتنا. طبعا احنا حوالي ده كيلو ونص، بنخلطها ونصفيها كويس، نحط لها فلفل ونحيقها كويس ونشوف حيقها، ونحط لها مكعب مرقة للناس اللي بتحبها. الناس ما بتحبش ما تحطش، وبنحط عليها قد كوبايتين مية كمان. يعني انتوا عارفين لما باجي اخلطها بحط نص معلقة سكر وبحط عليها مية، فبتدينا اللون الاحمر الجامد ده. وبنصفيها وبنسيبها بقى تقعد تغلي كده كام غلوة، وندوقها لو لقينا ما فيهاش هنا حطينا مكعب مرقة، طبعا ده اختياري. وبندوقها بنشوفها لو هي طعمها فيه الحدوقة بنسيبها تغلي شوية. والله استوت خلاص، هنا المكرونة استوت. طبعا حطينا لها زيت وملح وخلاص. والرز بتاعنا كان رز اللي هو الفلبيني او مش المصري، بس طلع جميل بنقعه. والعدس بنقعه برضو، والحمص بننقعه من بالليل ونسلقه بيستوي بسرعة. هنا الحلة حضرناها عشان نحط فيها الرز، حطينا فيها قد كوباية زيت صغيرة. وهنجيب بقى ننزل الرز بتاعنا، وطلع جميل. هو الرز مش مصري بس طعمه طلع تحفة. هيبقى الرز اللي مش مصري ده اللي هو شبه الرز البسمتي، ده بياخد مية اكتر من الرز المصري. هتشوفونا لما نعمله. هنا بقى هننزل الكمية كلها، ومعانا العدس ابو جبة. ما بقى البني ده انا ما بعملوش لوحده، بعمله في الرز، بخلطه مع بعضه ونحطه مع بعضه كده واعمله في الرز، وبيبقى طعمه جميل. يعني ما عشان ما نحطش كذا حلة، في ناس بتعمل العدس في حلة والرز في حلة. لا لا، حتى بعد ما بتستوي المكرونة والرز بيستوي وكده بحطها فوقيه عشان تحتفظ بالسخونة بتاعتها. بس هي الصلصة اللي بتبقى اهو ضفناه، اول ما نضيفه هنقلبه بقى مع الرز، ونضيف له الفلفل والملح بتاع الرز. وان كنتي عايزه تحطي مكعب مرقه حطي، ما تحبيش ما تحطيش. وبنحط له زيت عشان يبقى خفيف، الكشري يبقى خفيف. يعني السمنه بتخلي الكشري تقيل شويه، فاحنا بنعمله بزيت وبيطلع تحفة وجميل. هنبتدي بقى نقلبه مع بعض وناخد كده قد 10 دقايق لما نحس ان هو يعني نشف شوية ولونه ما بقاش ابيض، اتغير شوية كده اهو زي كده. هنبتدي بقى نشوفه مفرفر ازاي ومفلفل وزاد. هنحط له بقى الملح بتاعه قد معلقتين حلوين كده ملح،
ومكعب مرقة. انا ما بكترش الملح عشان المرقة دي بتدي توازن في الملح، بتزود الملح شوية. وانا طبعا لما بحط على عين مثلا الصلصة، وعلى عين هنا بقى المية بتغلي حطيتها فوقيه، كنت محضراها فخليتها اكتر من رز. لو لاحظتوا اكتر من الرز المصري، زودتها شوية عشان هو الرز ده بيشرب مية اكتر، فزودتها. وهنا بقى جبت البولة دي هحط فيها البصل، وهحط عليه قد 4 معالق كده نشا، لان البصل كتير. البصل ده قد كيلو الا كده يعني، كيلو الا ربع، اكتر من نص كيلو المهم يعني. هرش عليه فلفل. ملح لا، الملح عشان ما يطراش مني. الملح بعد ما يخش خلاص هيستوي برش عليه ملح، يعني هيتحمر خلاص. هنا بقى بفتح البصل كله وبخليه، واحط عليه قد معلقة خل، وابتدي بقى اقلب فيه واسيبه شوية. هنا شوفوا الصلصة بتاعتنا بقت جميلة ازاي، استوت. فانا هطفي عليها، وابتدت جبت بقى الطاسة دي عشان احمر فيها خليته كده قد ربع ساعة. البصل لازم تخليه شوية يشرب النشا، وبحط كله، ما بحطش شوية مع شوية. بحط الزيت واخلي الزيت يسخن، واروح كب عليه البصل، واقعد احرك كده في الطاسة بتاعتي لغاية ما كل شوية احرك كده، ولما الاقاه كده دبل اروح مقلباه. هنا شوفوا بقى الرز بتاعنا اهو خلاص استوى بقى جميل ازاي. حتى القعر بتاعه بصوا، مش مفيش رزاية يعني لازقة في الحلة. وهو سخن بقى كده هكب عليه المكرونة، واخلي حتة على جنب كده اطلع منها الرز، واغطيه عشان يبقى ايه كله سخن. طبعا انا بحب المكرونة تكون اصغر من كده، بس هي دي اللي لقوها، ودي بتمشي برضو، كله بيمشي وبتبقى طعمها تحفة. هنقلب هنا البصل اللي هو تحت لفوق كده عشان ايه يبقى كله التحمير بتاعته واحدة. بالنسبة للبصل ما بنخليهوش يغمق، لان لما بتطلعيه باللون ده وتخليه بره بيغمق شوية. فاللون ده جميل خالص يعني بعد الصفار بشوية كده اهو عشان ما يمررش. وطبعا احنا عارفين ان العدس فيه بروتين وفيه مواد عالية جدا. اهو البصل بتاعنا شوفوا لونه تحفة ازاي وجميل، والحمص جميل، والطماطم طبعا بتنفع للبشرة وللجلد بتاعنا، ما بيخلوش يشقق. ويعني طبق متكامل للرز اللي هو الكشري ده، وبنحطه وبناكله، وكل الشعب المصري بيحبه، او الكبار وصغيرين. لما تقولي عندنا كشري كده، من الحاجة اللي مبهجة وبتفرح الواحد. وادي بقى قدمناه، وبالحمص اهو كنت سلقاه حطيناه على الجنب كده بطريقه حلوه، وشويه من فوق. وكل واحده وذوقها بقى في تزيين الطبق بتاع الكشري بتاعها. والدقه ممكن تاخدي شويه صلصه وتحطي عليها شطه حمراء. واوعوا تنسوا بقى الله يكون